هلا شباب، كيف حالكم؟ معاكم ميكو تشان. النهارده جايين لكم في فيديو جديد هنتكلم على ازاي اني احمل باك جراوند خاصه بالفيتيوب. انا عايز باك جراوند تكون بكوده كويسه عشان خاطر ان احطها في البرامج بتاعتي بقى، سواء هستخدم فيتيوب ستوديو او هستخدم في ماجيك ميرور، ايا كان بقى، سواء انا على الفون او على الموبايل. ازاي الاقي صور بجوده كويسه وتكون مناسبه للحجم بتاع الشاشه اللي هو بيبقى الحجم الطبيعي لخلفيه اليوتيوب. طيب احنا عندنا مصادر كتيرة نجيب منها. اول حاجة عندنا بوس، ده احنا متعودين عليه. تاني حاجة عندنا بنترست. انتوا عارفين بنترست اصلا ده قنبلة صور بجودة يعني ما شاء الله، يعني فوق ما تتخيل. فخلينا ندخل جوه بوس وجوه بنترست ونشوف انواع الشخصيات الباك جراوند اللي ممكن نشوفها. اول حاجة هنكتب بشكل عام فيتيوبر باك جراوند. في مواقع كتيرة بتوفرها، بس لما بتحملها من على يعني جوجل كده الجودة بتاعتها مش بتكون ألطف حاجة. لا، أول ما بتحطها ورا الباك جراوند بتاعت الكاركتر بتاعتك على خلفية أكبر بتلاقيها باكسلت كده فجأة وخلاص الجودة بتاعتها ما عادتش أحسن حاجة. فلو انت عايز تدخل اي موقع من دول تحمل منهم برضو مفيش مشكلة، في حاجات جميلة جدا وفي مواقع. فلو ضغطنا مثلا على واحدة وليكن دي مثلا، دخلنا ندخل جوه الموقع بتاعه ونحملها منها، ما ينفعش نحملها من بره. لو حملتها من بره مش هتكون الجودة بتاعتها ألطف حاجة. دي مثلا كده ممكن تحملها. هعمل ايه؟ هضغط كليك يمين وبعدين سيف ايماجين اس وتحطها على الديسكتوب عندك. دي طريقة عادية ممكن استخدم بيها جوجل عادي. طبعا شايفين في حاجات هنا متلونة بكذا لون وبكذا اضاءة. احنا حملنا الخلفية دي. طيب خلينا نروح بقى للخلفية التانية. ان انا هكتب ايه؟ ان يكون ايه؟ نرجع تاني. هنكتب بقى فيتيوبر باك جراوند ولكن هكتب جنبيها بوس اهي، ولكن جنبيها بوس، الموقع المعتمد بتاعنا اللي عليه كل الباك جراوند. هعلمك بقى ازاي تجيب من عليه باك جراوند مجانية. دي اول طريقة عندك انك تجيب منها. دي انواع الباك جراوند الموجودة عندك، اللي هي السبريس دي والستار اللي بيبقى الخلفيه بتاعتها ستار. طبعا مش دي الخلفيه، لا، هو بيقولك انواع الباك جراوند اللي موجوده وبيكون شكلها ايه. يعني انت مثلا بتكون الخلفيه اللي ورا دي هي دي الخلفيه الجمجمه دي، او الخلفيه اللي ورا دي. طيب ازاي احط الاكسسوارز او الحاجات اللي جوه الخلفيه دي؟ بقول لكم عليها مره تانية ازاي نعمل الحاجات دي. المهم احنا حاليا مركزين على الباك جراوند. دي كل الباك جراوند لو انت عايز تحملها. بص هنا، اول حاجه ده البلاك ستريب اهو، هو ده اللي قصد عليه. ده البلاك منه، وده البلو، وده البراون، وده الكيان الازرق، وده الجرين الاخضر، وده ميجانتا الاصفر، وده روز، وده تيل، وده يلو، وده بيربل، كل ده وريمبو. خلاص لحد كده دول الخاصين بالاولاني. طيب اللي هو التاني ده بقى متاح منه الابيض والاسود والازرق والكريمي والبينك والبربر والستار. النوع التاني بتبقى الباك جراوند فيها ستار. وبعد كده السكيلز، هياكل عظميه، وبعد كده الجريد المربعات المخططه، وبعد كده اللون الاسود. كل دول كل واحده منهم بامكانك تحملها عندك مجانيه تماما. طيب هل كل دول الباك جراوند بس المتوفره؟ طب مفيش باك جراوند تانية؟ في. هنجيبها ازاي؟ هتكتب بره كده. لو طلعنا بره دخلنا اللينك التاني، في باك جراوندز تانية كتيرة متاحة مجانا. هندور عليهم من اللي بيبقوا موجودين هنا. او ممكن بكل بساطة ممكن اقولك حركة حلوة. عارف البحث بتاع بوس؟ مش كنا ضغطنا على علامة الترس دي عشان نجيب الفلتر؟ هنكتب هنا فيتيوبر باك جراوند هنا، وهننزل تحت نخلي الفلوس ايه؟ زيرو. علمتكم الطريقة دي قبل كده اهي، بقت زيرو. علمتكم الطريقة قبل كده عشان تجيبوا بيها سكنات او كاركتر مجاني. اعملوها نفس الشيء برضو في الباك جراوند، وبعدين اضغطوا سمت. هيجيب لنا بقى الباك جراوند اللي من غير فلوس. اهو شايفين بقى كل دي باك جراوند من غير فلوس، بزيرو فلوس، وفيها اكسسوارز كمان. شوفوا الباك جراوند دي تحفة قوي قوي قوي. ليه بقى بفضل ان انا احملها من بوس؟ الجودة بتاعتها رهيبة. يعني ما حدش يقول لي مثلا هضغط كليك هنا واحملها. لا، انت حملها بده اللي هو اللي من بوس ده. الجودة بتاعتها لو تضخمت او كبرت حجمها او صغرتها الجودة مش هتتغير، لانك انت محملها من هنا مش محملها كده. فعشان كده انا بحب الموقع ده بالتحديد بصراحة.
طيب يبقى دي كده طريقة ان احنا نجيب بيها باك جراوند مجانية. شايفين الباك جراوند اللي فيها الكرسي دي؟ ممكن تجيب الكاركتر بتاعتك وتقعدها عليه. لو انت شغال بقى بشكل كده، تجيب مثلا انت رسام مثلا، فتجيب الباك جراوند دي وتقعد الكاركتر بتاعتك هنا. برنامج فيتيوب بقى وما الى ذلك، فيتيوب ستوديو. طيب في باك جراوند تانية، في حاجات كتيرة كمان، في كاركتر هنا، في باك جراوند زي دي، في الحاجات دي، في حاجات الكريسماس، في الشكل ده، في القلوبة، في حاجات كتيرة. شايفين كل ده صفر، ولسه في صفحات تانية كمان لو عايز تضغط عليها. عرفتوا الطريقة ازاي نجيب باك جراوند؟ ما تخليش بقى كل مرة الفيديوهات بتاعتك بنفس الباك جراوند، لا غير كل مرة تبقى في مكان مختلف، بس حافظ على الكاركتر بتاعتك على قد ما تقدر. في حاجات هنا خاصة بالاكسسوارز اللي هي بتبقى بتتحط للكاركتر، برضو هنبقى نتكلم عليها في فيديو جاي، ازاي نضيف اكسسوارز جوه برنامج فيتيوب ستوديو. طيب دي كده الطريقة الأولى إن احنا نجيب بيها باك جراوند من خلال موقع بوس. فممكن ناخد الطريقة التانية بالمرة اللي هي بنترست. عارفين بنترست اللي هو أصلا يعني كل الصور 90% عليه. ده هنكتب في البحث بتاعه بس اللي احنا عايزين ايه، فيتيوب أو فيتيوبر باك جراوند. احنا عايزين باك جراوند بس. كتبنا له ان احنا عايزين فيتيوب باك جراوند. ايه رأيكم في الحاجات الجامدة دي؟ لو ضغطت على واحدة هتدخل فيها على غيرها وعلى غيرها وعلى غيرها. ايه رأيكم في التشبع البصري ده اللي انتوا شايفينه؟ يعني قمة يعني في الروعة. انا في حاجات كتيرة لفتت انتباهي، في حاجات كيوتة جدا. دي بتفكرني بألعاب الجاتشا بصراحة. ممكن باك جراوند تبقى زي دي. شايفين كل الحاجات الكيوتة دي؟ مشكلة بقى بنترست ان لما اجي احمل مثلا، ضغطت عليها كليك يمين سيف ايماجين از، ممكن الجودة ما تبقاش الطف حاجة لما تيجي تحطها في الموقع. بس بص، في بقى تحميل، طالما بتحمل الصورة تحميل من عليه، لا الجودة بتاعتها بتبقى جامدة جامدة قوي يعني. دي برضو لا بأس به، يعني ممكن هنقول مش وحشة، ولكن يعني لا بأس به، لان بنترست اصلا بيوفر لك الصور بجودة كويسة. فانت لما تحملها بتضعف شوية بس ما زالت موجودة، لكن لما تحملها من مواقع جوجل العادية مش بيكون الطف حاجة. بشوف كتير من الفيديو بالكاركتر بتاعتهم بتكون الجودة بتاعتها افضل من جودة الباك جراوند، فعلى طول بفهم ان هم محملينها من على جوجل. بس كده خلي شغلك بقى بروفيشنال والباك جراوند متناسقة مع الكاركتر بتاعتك، هما الاتنين نفس الجودة، مفيش فيهم حاجة ضعيفة. يبقى كده اتعلمنا ازاي نبحث على باك جراوند بالتفصيل الممل. طبعا بقى انت شغال من على بي سي او موبايل مفيش فرق. انتظرونا في الفيديو الجاي، هنقول لكم ازاي تدخلوا الباك جراوند دي جوه برنامج فيتيوب ستوديو، سواء بقى للموبايل او سواء للبي سي، الاتنين واحد. مع السلامة، سايونارا.